اتفقنا انك كمهندس من اول يوم في شغلك انت قائد، ومعنى انك قائد معناها انك محتاج تاخد قرار. مهارة اتخاذ القرار او الديسيجن ميكنج هي برضو ليها مجموعة مستويات، وهي مهارة اساسية ليك كمهندس صيانة. مستوياتهم خلينا ناخدها واحدة واحدة معاك واربطها لك بمثال ممكن يوصل لك الامور بشكل افضل. في المستوى الاول احنا بنتكلم ان انت بتاخد القرارات بتاعتك بناء على الرولز. مثال، انت عندك معدة معينة ليها جدول صيانة وانت بتغير البيرنج ده كل فترة اكوردنج لبرنامج الصيانة اللي محطوط. دي ابسط مستويات اتخاذ القرار. في المستوى الثاني نفترض مثلا ان انت ماشي وبدأت تشوف ان البيرنج ده تسمع له صوت ان هو بدأ يظهر فيه مشكلة. ففي اللحظة دي المشكلة دي ظاهرة قبل ميعاد التغيير الخاص بالبيرنج. هل انت هتغير البيرنج ولا هتستنى لحد ما العمر بتاعه اكوردنج للجدول الصيانه يجي؟ لو انت غيرته فانت معناها دلوقتي ان انت بدات تفهم وتفسر هو احنا ليه بنغير البيرنج ده بشكل دوري، عشان ما يحصلش عندي عطل مفاجئ. فانا دلوقتي شايف عطل بدا يظهر فانا مضطر اخد الاكشن دلوقتي، فانت اخدته بناء على تفسيرك ليه الرولز دي محطوطه ليه. في المستوى الثالث انت اصلا مفيش عندك رولز، انت عند ماشين، الماشين دي مفيش ليها لا جدول صيانه ولا في عندك فيها اي معلومات، فانت بدات ترجع للقواعد الهندسيه وللعلوم الخاصه بالبيرنج مثلا، وبدات انك تذاكر وتستنبط منها ايه هي القرارات اللي انت لازم تاخدها المرتبطه بالبيرنجز في الماشين بتاعتك دي، ومنها انت حطيت برنامج الصيانه بتاعك. هنا انت عملت ايه؟ هنا انت رجعت لاصل القانون وانت اللي حطيت القانون بتاعك وفسرته واخترته من اول الموضوع لاخره. في المستوى الرابع احنا بنتكلم على مستوى اكبر من التعقيد. انت مثلا دخلت مصنع، المصنع ده انت ما لقيتش فيه اصلا اي سيستم صيانه لاي ماشين موجوده. مش بس كده، والماشينز عمال يحصل فيها اعطال مفاجئه، وعمال المصنع مش ستيبل خالص، وانت مطالب ان انت تخش دلوقتي وتبني برنامج الصيانه وتعرف ان الخطوات اللي انت هتاخدها دي التبعات بتاعتها، وفي وسط كل ده انت قادر انك تاخد القرار. المستوى الخامس بقى هو انك بتاخد القرارات المعقده دي تحت ضغط وتحت تهديد. يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا ان الراجل بيقول لك انت داخل على المصنع اللي مش ستيبل ده، وفي نفس الوقت معاك ميزانيه قليله ومطالب انك تتصرف ولازم تتصرف. ازاي انت هترتب اولوياتك؟ ازاي انت هتحدد الدايركشن اللي انت هتمشي فيه؟ الخطوات الاستراتيجيه بتاعتك دي القرار فيها قرار مش سهل وليه تبعات وحشه جدا او تبعات جيده جدا. اتخاذك للقرار في الموضوع ده هو دي اعلى مستويات اتخاذ القرار. مهاره اتخاذ القرار دي هتعتمد جامد جدا على مستواك الفني اصلا والمعرفي. فالكونتينوس ليرنينج اللي اتكلمنا عنها قبل كده هي يعني سلاحك وذاكرتك عشان تقدر تاخد القرار. لاحظ معايا ان مهاره اتخاذ القرار محتاجه منك ان يكون عندك معلومات وخبرات سابقه مبنيه طبعا على الكونتينوس ليرنينج، ولكن برضو انت محتاج عشان تاخد القرار بشكل حكيم محتاج منهجيه في التفكير. المنهجيه دي اسمها الاناليتيكال ثينكينج، وهي دي المهاره اللي انا هكلمكم عنها الفيديو الجاي.